بس ما توقعتش البومينج اللي حصل للبشاير. مسلسل 220 يعني عمري مثلا ما اروح اخلص المشهد واروح اتفرج عليه في المونيتور جنب المخرج. يعني لو اتعمل العتاولة جزء تاني حضرتك هتعمله تاني؟ اصله مش لاقي ياكل هو وعياله فراح عمل الشخصيه دي. كنا نقعد مثلا 5-6 اشهر حتى ما فيش اجازه اسبوعيه. منورنا النهارده الفنان المتميز محمد التاجي. منورنا. اهلا بيك يا ستي. منوره بيكم ان شاء الله. ربنا يخليك. عايزه بس في البدايه كده اطمن على صحتك بعد العمليه. عرفنا ان انت عملت عمليه. لا بس الحمد لله قمت بالسلامه. الدنيا بخير الحمد لله ويعني واسترديت صحتي الحمد لله رب العالمين كويس. دايما يا رب. الله يخليك يا بنتي. بص انا مش هرجع بقى، مش هتكلم في الجديد. انا خليني في القديم. خلينا على قديم. نتكلم بقى عن بدايات الفنان محمد التاجي وهو طفل خالص كمان. اللي انت متذكره كده وضحولي. والله هو طفل شقي ولا طفل عصبي، طفل يعني احكي لنا. لا ما كنتش متهيألي ما كنتش متعب لأهلي. ما يعني مطرح ما يحطوني بيلاقوك. والله كنت غلبان قوي يعني. وبعدين ده من بعيد قوي يعني مش متذكر الطفولة. لا خالص يعني. طب هل حد بقى نتكلم في الحتة الفنية المهنية، هل حد وقف في طريقك من أهلك مثلا قال لك لا احنا مش حابين انك تشتغل؟ هو ما فيش غير جدي الله يرحمه. برغم ان جدك فنان اصلا. طب هو قال لك حضرتك كنت كمان بتساعده؟ ايوه كنت بساعده وكله، بس هو يعني هو انا خلصت الحاجة مؤخرا بعد ما انا اتحطيت في نفس التجربة بتاعته. ان في ناس تجيني تقول لي احنا عايزين نمثل. مصر كلها بقت ممثلين، مصر كلها عايزه تمثل، فاحنا عايزين ممثل وانا ممثل هايل وانا مش عارف ايه وانا ايه. طبعا هم مش قادرين يفهموا ان احنا بنختار زيكم. انا ماليش سلطه ان انا اقول المخرج او المنتج هات فلان هات خلاص. فدي نمره واحد لان هو اللي بيختارني وماليش رأي في بقية الكاست إلا إذا استشرت إيه رأيك نجيب فلان أقول والله ده هيبقى كويس في الدور. بس لكن كمان عايزني أنا أروح أرشحك. طب أنا أعرفك، أعرف إمكانياتك، ده أنت مقابلني في الشارع أو واحد بعت لي مسج على التليفون رشحني بس وأنا هبيض وشك وأنا 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 عشم. فأنا طبعا بقول له أنا ما فيش يعني أنا مش من حق إن أنا أرشح حد وبحاول يعني بلباقة كده إن أنا أنسحب من الموضوع. هل هو كان يعني هو حل من الاثنين، يا إما الحاج عبد الوارث الله يرحمه يا إما لقى يعني كان عارف مشاق المهنة دي فمش عايز حد من أولاده أو أحفاده يتعرض ليها، يا إما هو مش عارف إمكانيات ده فما تروحش أنت كده وتبوظ تاريخ أنا كعبد الوارث عصر وتروح تقول لهم أنا حفيده بقى وأنا زيه وأنا بتاعه. وبعدين تطلع لمؤاخذة بشنك في الآخر فتيجي على دماغه هو مش على دماغ حد تاني يعني. بداية حبك بقى للفن كان من هنا أصلا؟ كان من هنا. إن أنا حتة إنك ماسكة ورقة فيها شوية كلام انت بتحولي الكلام ده لحقيقة قدام الناس، زائد ان انت بتلعبي على بس دي كانت في مرحلة متقدمة بعد كده. انك بتلعبي على انك بتعيشي احاسيس مختلفة وبتخرجي من شخصيتك انت كمحمد التاجي بتروحي لشخصيات تانية وتتعايشي معاها وتتوحدي معاها فبتعلمك بتأثر فيكي وبتأثري انت فيها. يعني هي بتعلمك وانت بتعلمي فيها. دي بقى جت في مرحلة اللي هي يعني بعد شوية بعد نضوج بقى شوية من البتاع. لكن البداية كانت يعني ايه انا امسك ورق اطلع منه شخصية وامثلها وتبقى هي قدام الناس. مش فاهم الموضوع ده او مش مدركه؟ لا حاسس انه شيء
كبير، حاجة مم. حلوة قوي، يعني انك دي موهبة لوحدها لازم تقدر او يبقى طبعا. ليها. مم. بس من هنا من المنطلق ده يعني. طب نرجع بقى لمسلسل البشاير. اه طبعا ده اتكلمت عليه كتير قوي. و... واتفرجنا عليه كتير من جماله، بس انا عايزة اسأل سؤال، وحضرتك بتعمله وبتقرا كده الورق بتاعه، هل حسيت بالنجاح ده كله وانت بتقرا الورق ده؟ حسيت اني لا المسلسل ده هيروح في حتة لا ده تانية؟ انا اتخضيت من النجاح لما حصل. اصلا ما كنتش آه. متوقع. لا لا خالص، انا ولا كنت متوقع. يعني كان ليا تجارب قبل كده ومسرحيات وافلام وبتاع، بس ما توقعتش البومينج اللي حصل للبشاير. من وجهة يعني انا نظرك اتخضيت لما نزلت في الشارع، يا سعيد. لقيت الناس كلها بتشاور عليا بتقول يا سعيد. مم. فعلا يعني ايه اتخذت كده. اه هل طيب كلمة يا سعيد اللي حضرتك قلتها بتون معين دي، وانت بتقرا كنت حاسس ان هي هتعمل ده فعلا مع الناس؟ لا 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 برضو نهائي. لا انا اللي فاكره بس ان العاملين في العمل نفسه، حتى أسطى الإضاءة كان اسمه سرور، أنا فاكر اسمه لحد دلوقتي. هم كانوا متوسمين إن هيحصل حاجة كويسة للشخصية دي، وكان حتى سرور ده كان شاب من دورنا أياميها. وهو على البساريل فوق بتاع الإضاءة في الاستوديو يقول لي قولها هنا ما تقولهاش كان هنا. بيساعدك. هم من خبرة طبعا. شوف دول عدوا عليهم قد ايه، كام فنان وكام كام فنان طبعا. فهو فاهم دي هتعمل ايه هنا وهيبقى اثرها ايه. لا 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 ما تقولش هنا كذا، لا ما اعمل كذا. ده غير طبعا توجيهات المخرج والمؤلف وحيد حامد وسمير سيف وكل الناس دي. هو كانوا كمان بتوع عمال الاستوديو كانوا مبسوطين بالشخصيه، فانا قلت الشخصيه هتنجح. لكن البومينج اللي حصل لها ده هم ما كانش متوقع. لا ما كنتش متوقعه نهائي. بعد ما اتفرجت على المسلسل بقى ونزل وعمل البومينج ده، بينك وبين نفسك كده وانت بتتفرج حسيت ان في حاجة ما كانش لازم تعملها؟ لا في حاجات كتير هقول ايه ما كانش لازم اعمل ده بالشكل ده. ده في كل الاعمال مش في البشاير بس. مش في البشاير بس. يعني في حاجات كتيرة جدا لا 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 ما كانش يتعمل ده. لا كان المفروض اعمل المشهد بالشكل الفلاني. لا الاحساس هنا كان لازم يبقى كذا. عشان كده ما اتفرجش على اعمالي وخاصة وانا بصورها. يعني عمري مثلا ما اروح اخلص المشهد واروح اتفرج عليه في المونيتور جنب المخرج. ما في ممثلين كتير يخلص المشهد ويروح، لان انا عارف ان انا هطلع القطط الفاطسه كلها واقول له نعيد، فهيقول لي لا احنا خلاص المشهد كويس. انا ما فهو في الاخر والاول هو المخرج هو اللي متحمل مسؤوليه العمل. فاقول له ايه عجبك كده؟ يقول لي اقول له خلاص من غير ما اتفرج. يقول طب تعالى بص، اقول له لا مش هبص. بما اننا بقى بنتكلم عن الانتقادات الشخصيه والجماهيريه، العتاولة حقق نجاح كبير جدا. برغم كل النجاح ده حضرتك تعرضت لانتقادات كبيرة جدا، ايه سببها؟ اتعرضت لانتقادات كبيرة لأن الناس في ناس غاوية انتقادات بنقد كده بلا مناسبة. وفي ناس بتبقى زي شبه لجان إلكترونية بتخش بتوصيات معينة من ناس معينة يخشوا يكسروا المقاديف. مزقوقين يعني أيوة مزقوقين. ممكن مزقوقين من زملاء، مزقوقين من نقاد أنا ما يعجبنيش نقدهم. مسؤول لا في أنا لي اعتبارات معينة في شغلي لا أتعدى حدودي. هم كل الحكاية يقول لك إزاي يعمل شخصية، ده هو كده على آخر عمره هزق نفسه بالشخصية دي. هو أنت تعرفني هزقت نفسي إيه؟ أنا الشخصية هي أنا اديتك شخصية مهزقة بقى مش محترمة سنها مش عارف إيه. هزق نفسه إيه؟ أصله مش لاقي ياكل هو وعياله فراح عمل الشخصية دي.
مش لاقي اكل ايه؟ انت إيش عرفك انا بيتي فيه اكل ولا ما فيهوش؟ جعانين ولا شبعانين ولا ليه التدخل السافر ده؟ الأعراض. لبست شورت في مشهد وشورت شرعي على الركبه ولبست عليه روب وكان كله مزركش في بعضه، بيدلع نفسه، عجوز بيدلع نفسه، وتيشيرت، يعني مش باين مني حاجه خالص. وقفت اترقصنا شويه وبتاع، قال لك اظهر عورته. شوف الجمله تخض كبيرة جدا. عشان يلفتوا النظر. شوف اه بقى مين اللي أظهر عورته بقى، إنه يروح نجري ده نشوف مين. المهزأ ده ايه؟ ده ايه ايه الاسفاف وايه البتاع؟ انا بديك شخصيه، انا بديك كاركتر انا شفته وحكيت قبل كده 60,000 مره. الشخصيه دي كانت عايشه في وسطينا وشخصيه عامه والناس كلها عارفاها، لدرجه ان في بعض الناس لما بقول قدامهم كده بيقولوا لي فلان كذا، عارفين، كانوا عارفينه بالاسم. طبعا احنا الراجل الله يرحمه في دار الحق دلوقتي مش هنجيب سيرته، لكن انا عارف لان انا بيت ابويا كمان كان في وسط البلد، كنا في شارع قصر النيل، في منطقه قصر النيل. فكنا بنشوف فلان الفلاني ده ماشي في ميدان سليمان باشا اللي هو طلعت حرب بيقولوا عليه دلوقتي، قدام جروبي قدام الحتت دي، بعكس البنات، بنت عندها 15 و16 سنه وبتاع وما احترمش سنه وما احترمش ان هو شخصيه عامه في وسط الناس وما احترمش. انا اديت شخصيه بالشكل ده. انا لما جاتني الشخصيه انا كنت فرحان بيها جدا، ان انا جاياني شخصيه جديده قوي عليا ما عملتهاش قبل كده. جاري فلان الفلاني ده جيب فكري على طول اول ما قريتها. فانا كنت سعيد قد كده بالشخصيه وكنت بحاول اخدمها. يعني كنت بقعد مع الستايلست، هنعمل هنا كذا يا دينا، هنعمل مش عارف ايه هنا، هنعمل ايه هنا، وبنقعد انا وهي نفكر في الهدوم وازاي طريقه اللبس واللي وهيعمل ايه وانا اللي عملت حتى البوستيجه اللي كنت لابسها الصغننه دي، انا اللي صممتها، وجبت شكل الراجل من فيلم قديم جدا، فيلم بتاع عبد الحليم حافظ اللي هو كان بيحب فيه مريم فخر الدين دي، اللي هو كان بيغني لها وشعر الحرير على الخدود لا بس مش هو مريم فخر الدين. كان في مشهد للراجل ده في الفيلم ده، اما عبد الحليم اتسجن راح طلعه وهو صاحب شركه الصوانات، وراح خرجه من الاسم ودفع لهم بتاع الفلوس اللي كانت عليهم. فانا عجباني ان تلزيقه الشعر بتاعت الراجل، وانه الشعرايه جنب الشعرايه، يعني ده بيقعد يعمل واخد وقت عشان يسرح السبع شعرات اللي في القرعه دول. فقلت لهم اعملوا لي دي. يعني حتى اول ما قريت جيت جاي ومدور على الراجل لحد ما لقيته، صورته وبعته لاحمد خالد، قلت له ايه رايك نعمل الكاركتر ده؟ طار بيه، قال لي حلو. ادى قسم، قال لهم بتوع الكوافير والمكياج وكده، قال لهم نفذوا لنا الحدوته دي. فانا كنت شغال شخصيه بقلب قوي. اللي حصل الانتقادات دي انا عارف ان في زملاء يعني بيضربوك تحت الحزام، اوكي ما يهمنيش. المهم في نقاد او ما يسمى نقاد، لان ما انا ما بعتبرش ان يعني الا من رحم ربي ان هو ناقد النهارده، لكن في كتير قوي واخدين شهره وصيت وهم ما يساووش الحبر اللي بيكتبوا بيه الكلام بتاعهم، فهم اللي دايرين عليا ده. لكن تعالي الشخصيه 2-3% وفي 98% عجبتهم الشخصيه، خلاص ننسى بقى ال 3% دول، صح؟ ما كانهم مش موجودين في حياتي. انا ما اديت شخصيه، انا سعيد ان انا اديتها ونجحت وكسرت الدنيا فيها. وسيبك بقى من الانتقادات فعلا. لا دي حقيقه، يعني سيبنا بقى فعلا من الانتقادات. يعني لو اتعمل العتاوله جزء تاني حضرتك هتعمله تاني؟ لو اتعمل هم اظن بيجهزوا دلوقتي جزء تاني. هل انا مش فيه؟ انا ما اعرفش. بس تحب تعمل ده تاني بعد الانتقادات؟ انت مش فارق ايوه معاك؟ لا ولا فارقه معايا، ولا فارقه معايا، واكيد هيبقى له سكه تانية. بمناسبه بقى مسلسل 220 مسلسلات بقى، احنا سمعنا ان حضرتك بتقرا سيناريو مسلسل
220 يوم. 220 يوم للفنان، بطولة الفنان كريم فهمي، مظبوط كده؟ وصلت لإيه؟ ولا مفيش حاجة. مفيش أي جديد. ما يكون عندي بقاله 3 أشهر تقريبا، ما وحتى شركة الإنتاج ما رجعوش كلموني عليه تاني، ما أعرفش عنه حاجة خالص. مفيش أي جديد فيه وأنا ولا أبديت تم موافقتي الأولانية عليه. قلت لهم بس أنا عايز الأستاذ كريم العدل يكلمني أو أنا أكلمه، استأذنوه إن هو ممكن لو تديني نمرة تليفونه وأنا ويديني ميعاد أكلمه فيه عشان أسأله على شوية نقط في الشخصية بس. ومن يوميها لحد النهارده ما اتكلموش، واللي اعرفه ان هم حتى ما ابتدوش فيه لحد دلوقتي. ما ابتدوش فيه؟ لا 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 خالص. بسبب بقى ايا كان السبب، حضرتك مش واصل لك السبب ايه يعني؟ لا لا لا، اصل انا خلاص اما هم يجهزوا هيكلموا، او ممكن يكونوا هم غيروا رايهم، من حقه ان هم يشوفوا ممثل زميل تاني يعملوا، من حق الشركه انها تغير رايها في اي وقت. هو ما تعرفش حضرتك تفاصيلك بالظبط، دورك ايه في المسلسل؟ لا انا عارف، طب انا قريت المسلسل عندي في البيت بقاله بقول لك 3 اشهر. موجود عندي في البيت، قريته وكنت عايز اتناقش مع المخرج في حاجات معينه عشان استوضحها منه. وبشكل مبدئي عجبتني جدا الشخصيه، لان علاقه الاب بالبنت، دور اب علاقته ببنته، وكانت بنتي هتبقى صبا مبارك في طبعا. وانا بحب الانسانه دي، وجوزها كريم فهمي. ف انا بحبها جدا صبا على مستوى كممثله، ما اشتغلناش مع بعض قبل كده. فكنت اتمنى ان انا اقف قدامها ونشتغل، وعلاقه زي الموضه دلوقتي يقول لك علاقه توكسيك. توكسيك هي توكسيك هي علاقه توكسيك كده غريبه الشأن. بس مش طبعا مش هقدر اتكلم عليها اكتر من كده، لان عشان حتى لو في زميل هيعمل الدور غيري او لما يجوا يعملوا المسلسل ما نحرق لهمش الحدوته. ف علاقه يعني انا كانت عجباني جدا الاخذ والرد فيها، والفينال بتاعتها، فينال الشخصيه مع المسلسل كان ليها فينال كان هيبقى صادم قوي للناس. لو هنتكلم بقى عن شخصيتك مع الفنانين الشابات الصغيرين، اكتر حد قريب من قلبك مين؟ هنقول 3-4 اسامي، مش لازم اسم واحد عشان ما ازنقكش في حته معينه. مي كساب جميله. مي عز الدين جميله. اسمها ايه؟ نور الدين. ميرنا نور الدين. ميرنا. جميله. اللي كنا عاملين مع بعض دايما عامر. دايما عامر. طبعا كنت انا ابوها طبعا. في دول من الكيمياء الحلوه يعني. شوف انا ومي اشتغلنا مع بعض عمل واحد سنه 2010 اسمه قضيه صفيه. بس من البنات اللي دخلوا قلبي قوي، مريحه جدا جدا في شغلها. مي كساب مجنونه حبيبتي، بنوتي دي عيشه دي. كنت انا دايما بقول لها حتى في البتاع ده في المسلسل في العتاوله بقول لها جوز امي. هي كانت عامله زي جوز امي جوه المسلسل. يعني ايه بقى الكواليس بينكم يعني؟ لا كانت كواليس جميله وكنا متفاهمين بشكل جميل جدا. وحتى في مشاهد كنا نقعد نظبطها انا وهي مع بعض، لو الحوار مش يعني ايه مش مساعدنا قوي، فاقعد انا وهي نظبط المشاهد. عنا على بعض مهم جدا. يعني لدرجه ان في مشهد انا فاكره اللي هو مشهد فرحها على عيسى الوزان، على باسم، وهو مسكني بهدلني في وسط الحاره وقال لي تيجي الفرح بكره وتقف في مش عارف ايه وكده. فوانا واقف هو بيجي هي وهو، ومفروض ان انا دموعي نازله. فبيقول لي ايه ده انت بتعيط في ليله فرح بنتك؟ فبمنتهى الكره والحقد بقول له دي دموع الفرح يا معلم. فهي بتبص لي بطرف عينها كده بتقول لي طب امسح دموعك يابا.
بس والمشهد بيخلص، الشوط بيخلص على كده، وما بياخد بعضهم ويمشي. فايه عملنا البروفا، لقيتها جاياني في ودني، بعد امسح دموعك يابا هتبقى الكاميرا معاك، انت قلت لي ايه واحنا على البحر. نهيت المشهد بايه؟ قلت لها عيشة بنتي ماتت. قالت لي قولها هنا. فدي بتلفت نظرك او يعني دول بتوضح لك حاجه، الممثلين. وبعدين تيجي تقول لك في ودنك ما تعملش انا فاهمه بقى وانا لا 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 لا، نيجي نقول لبعض في ودن بعض، نصلح لبعض مواقف، نعمل. دي ميزه الممثلين لما يبقى فيه موده بينهم طبعا. بس فانا فاكر لها الموقف ده هايل يعني، وفعلا عملته زي ما هي قالته. يوم فرح بنتك هتعيط؟ فرح بنتي ما خلاص عيطت؟ اتبهدلت الدنيا، عيطت حقيقي. انا كبيره بالذات قعدت 10 ايام في اوضتي قافل عليا الباب وببكي بحرقه. ياه. ما اتجوزت الست اتجوزت، ما فيش حاجه حصلت. لا بس ده ما تعرفيش، هو حب التملك، ما تعرفيش التعلق الجامد بولادك. يعني انا كنت لسه مع خير رمضان من اسبوع كده و10 ايام في البرنامج بتاعه، فقال لي قول بص لكل انا عندي 3 ولاد، لكل ابن من ولادك او بنت قول لها كلمه. انا عبرة العياط مسكتني، ما عرفتش تقول من كتر يعني لان كل واحد ليه حته عندي، كل واحد محطوط في ركن. يعني منى الكبيره دي امي اللي خايفه عليا وهي اللي بتديرني، واخده بالك؟ يعني حتى لما نسافر مع بعض انا ماليش دعوه بحاجه، هي الفلوس معاها والدنيا معاها، هي اللي بتدير الموضوع هي كله. اللي دايره الموضوع كله، وانا الواحد كده انا ماشي في نور الله. وخصوصا احنا دايما بنبقى انا وهي مسافرين مع بعض في عمرات، نروح نعمل عمره بتاع حاجات كده. يوم الام اللي بتدلع اسمها ايه؟ يمنى. انا يمنى. هي لا من غير من غير اللي هي يمنى. انا يمنى وهي يمن. ما معنى بقى يمن؟ اليمن البركه واليمن. البركه واليمن. جميل، اسمها اليمن والبركه ده لكن نكمل. يمنى يعني يمنى الايد اليمين ويسرى الشمال. بس فانا نكمل. لا هي اسمها يمن. فيمنى بقى عارفه امك اللي تاخدك على حجرك وتقعدي تدلعك يعني دلع المرق بقى، هي دي اللي بتقول لك بتعمل لي دلع مرق. المصطفى بقى المصطفى كمان عشان تستغربي ده ايه الاسامي المميزه دي. بس المصطفى بقى النديه، برج واحد، مجانين زي بعض، نخش في بعض، نطقش في بعض جامد، وبعدين هو يعرف حدوده فيلزم مكانه، فيفتكر ان انا الاب وهو الابن، فيرجع يرجع ويتكسر، يعني يكسر عينه قدامي، ما يتمداش فيها. برج ايه بقى؟ المجانين. جوزاء ان شاء الله. لا ده انا كمان. انت كمان مجنونه. لا انا كمان مجنونه معاكم. اهلا بالمجانين. مين اكتر حد من اولادك، بما انك حكيت لي ان كلهم ليهم حاجه عندك بس ده اكتر حد ممكن تقعد تحكي له سرك وتسرح بقى وتنسى نفسك ونتكلم بقى لحد بكره عادي؟ كلهم، بس كل واحد في حتته. اقرب حته لقلبك هي البنت اللي بتدلعني دي، البنت يوم هي اللي واخداني على حجرها كده على الهينه، يعني اكتر حد قريب مني. لكن منى برضو، اصل منى برج الجدي، فالجدي هم صارمين شويه، يعني في صرامه كده، بس فيهم حنيه. يوم السرطان اللي هو الحنيه القوي، طيبين. بس فهي يمن اكتر. طيب خلينا نرجع بقى للاعمال الفنيه. حضرتك عملت مسرحيات كتير قوي،
مش كتير والله. يعني مش كتير، بس معلمة اللي انت عملته، هم علم مع الناس مسرحيتين قوي. عشان يتسجلوا. بس معلمين جدا مع اه الناس وبأعمال كتير جدا. ليه حضرتك مقصر في المسرح دلوقتي؟ انا مش مقصر، هو المسرح اللي مقصر فينا، مش احنا اللي من وجهة مقصرين. نظرك ايه سبب ده بقى؟ لان فنانين كتير بيقولوا ان المسرح ابتدى يبقى مش زي هو ما فيش مسرح، او مفيش مسرح. فايه السبب هو من ما وجهة فيش نظرك؟ مسرح. حتى يعني انا ابني امبارح المصطفى هو في بتاع ده قسم اخراج في السينما، في معهد السينما، فاضل له ترم ويخلص، وشغال برضو يعني. فامبارح بالصدفه بيقول لي انا رايح النهارده اتفرج على مسرحيه. قلت له مسرحيه؟ هو في مسرحيه ابني في السوق؟ قال لي مسرحيه بتاعت احمد حلمي. قلت له احمد حلمي عامل مسرحيه؟ قال لي ده ازاي؟ انت مش فاهم. قلت له عمري ما سمعت عنها. قال لي ازاي دي شغاله وارش كومبلي وبتاع. قلت له فين؟ ما احنا ما سمعناش. يعني احنا على ايامينا واحنا صغيرين لما كنا حتى بنشتغل في مسرح الطليعه، يعني اول بدايتي كانت في مسرح الطليعه بتاع الحكومه، كنا ننزل الشوارع نتفرج على اسامينا مكتوبه في الافيشات، وفي افيشات للروايه، ومصر كلها عارفه ان في مسرحيه الفلانيه بتشتغل. لكن لما توصل لدرجه بدك النهار برضو ناس عزموني الحوريه فرغالي عامله مسرحيه كان على هوسابير اظن، او مسرح هوسابير. قلت لهم حوريه فرغالي عامله بتعرض يوم الخميس والجمعه باين. في يا جماعه انا فين يعني بقى؟ فين؟ لا فين بقى الدعايه؟ عرفت بالصدفه ان في مسرحيه على المسرح القومي بتاعت علي الحجار ورانيا فريد شوقي. دي حقيقة. الله، فين البروباجندا بتاعت الاعمال دي؟ يعني اذا كان هيئه المسرح، اذا كان القطاع الخاص، طب انتوا مش عاملين بروباجندا ليه؟ ازاي احمد حلمي ينزل يعمل مسرحيه وما يتعملش عليها؟ انت سمعتي عنها؟ محدش سمع عنها. فده صعب قوي، وفعلا بس انا ما شفتوش لسه لحد دلوقتي. والتقصير من فين بقى من وجهة نظرك؟ دعايه واعلان عن العمل. وبعدين هل النهارده دعايه واعلان؟ بقول له انا اتخضيت كمان من سعر التذكره. قلت له والتذاكر دي بكام؟ قال لي بتبتدي من 2500 جنيه التذكره لحد ما بتنتهي عند مش عارف 700 جنيه ولا 500 جنيه ولا يعني اقل حاجه اغلى حاجه غاليه برضو، يعني اقل فئه غاليه، مش رخيصه. مش رخيصه. اللي هو هيبقى قاعد، يعني المسرحيه بتتعرض في ميدان التحرير وهو قاعد في شبرا بيتفرج ب 500 جنيه ولا ب 600 جنيه ولا ب 700. قلت له ايه الارقام دي؟ احنا المتزوجون كانت ب5 جنيه التذكره اول صف. اخويا هيس وانالايز كانت ب50 جنيه التذكره اول صف. كانت الدنيا غليت بقى. يعني المتزوجون كانت في سنه 80 79 80. الثانيه كانت بدايه من حاجه اواخر الثمانينات واحنا طالعين على التسعينات. فده كان اسعار التذاكر. النهارده مين عنده؟ بس بيقول لي ارش كومبلي كمان. مين عنده النهارده؟ يعني انا افكر 60,000 مره وانا راجل اهو في الميديا وكله، والناس بتدعي ان احنا بنقبض فلوس كتيره قوي. ان انا افكر في مره ان انا اروح ادفع انا واولادي، احنا يعني 5 تنفار او مدفع 12,500 جنيه عشان احضر مسرحيه، ما بال الجمهور العادي. يعني مش متخيلها. الفرق بين المسرح زمان والمسرح دلوقتي ايه؟ تحس ان زمان المسرح كان ليه شنة ورنة. النهارده زي ما كنا بنتكلم مبقاش في حد مركز عليه قوي. المشكلة بين الماضي والحاضر. بالنسبة أقول لك، الماضي كان المسرح بيتصرف عليه حتى في القطاع الحكومي. مسرح الحكومة اللي هي مسارح الدولة يعني. لكن النهاردة لما تسمعي ان
مثلا ميزانية هيئة المسرح مثلا في السنة سي 10 مليون جنيه. لا سي يعني أنا ما أعرفش الرقم إيه، انا فاهمه. أو 10 جنيه انا فاهمه. خلاص. فرواتب موظفين وحوافز وبتاع 9 جنيه، فاضل جنيه. ده اللي هينتج. احنا ايه العمالة الزايدة عن اللزوم اللي بقت موجودة في هيئة المسرح، بحيث انها بتبلع الميزانية بتاعتها، ومفيش ميزانية للمسرح نفسه. خلي بالك ان المسرح اساسا حكومي، يعني المسرح اساسا لازم يبقى يبقى اشراف من الدولة عليه لضبط كافة الميزان، ان احنا ما نقدمش اعمال يبقى فيها ما هو بتاع يعني مثلا كان في مسرحيات زمان حاجه كده، كنت ابقى ماشي في الشارع اقول يا رب دي ازاي يعني، دلعني يا زغلول، مش عارف مين، حسني العطار، ايه بتاع ايه، اللي بيعدل الميزان او اللي حتى بيظبط القطاع الخاص ان هو يقدم شيء له قيمه، هو اللي كان اياميها القطاع العام او مسارح التلفزيون او واتيفر. لان احنا من بعد الفتره ما قبل ده كله، ايام مسارح بقى يوسف وهبي وجورج ابيض وكده، الناس كان عندها التزام اساسا وعندها اخلاقيات بحيث انها تقدم كل شيء محترم. جينا بعد كده بفتره كنا مضطرين بقى ان اللي يبقى القطاع الحكومي هو اللي بيظبط رمانة الميزان في السوق، لحد ما وصلنا دلوقتي ان لا بقى في قطاع حكومي ولا قطاع خاص. ما فيش اعمال بتتقدم. يعني مسرحيه مثلا علي الحجار ورانيا فريد شوقي دي هتلاقي هي، او بعدين مسرحيه سريه لا حد عارف عنها حاجه، ممكن تلاقي التذاكر بيبيعوا بقى الحفلات لشركات ومش عارف ايه وكده، لكن شباك تذاكر مفتوح بيجيب ناس زي ما كنا زمان ما بقيش. وبعدين ما بيشتغلوش اكيد طول الاسبوع، يعني بيشتغلوا يومين 3. احنا كنا زمان يعني ال6 ايام، وكان اما بتبقى يعني مثلا المتزوجون، او يعني أنا المسرحيات اللي انا اتصورت واتذاعت لي انا بتكلم عليها، في مسرحيات تانية عملتها ما اتصورتش او اتصورت بشكل سيء فما بقتش تتذاع. كانوا كنا بنشتغل اول افتتاح الروايه، كنا نقعد مثلا 5-6 اشهر حتى ما فيش اجازه اسبوعيه، ما عندناش ده. ال7 ايام 7 ايام بتشتغلي، ويوميا على الله المسرح ارش كومبلي وكراسي اكس جوه الصاله. النهارده بيشتغلوا يومين 3 في الاسبوع بتشتغلوا 7 ايام؟ ايوه بتشتغل 7 ايام، مفيش يوم راحه، 5-6 اشهر كده. فين بقى بعد كده نبتدي ناخد يوم راحه؟ وبعدين السيزون، يعني دلوقتي يقول لك ايه السيزون الاول، وكان او فتره قبلنا بشويه كده يقول لك ده السيزون الاول والسيزون الثاني، تعالي احسبي هم اشتغلوا قد ايه في السيزون الاول والسيزون الثاني، ولا حاجه، مش هتلاقي ما كملوش شهر يعني. هنا وشهر هنا. احنا كنا لا، السيزون مثلا 5 اشهر والسيزون الثاني، يعني كنا بنعمل فرق مثلا اللي هي فترة دخول المدارس، فناخد 15-20 يوم اجازة عشان المدارس داخلة. فترة الثانوية العامة ناخد 15-20 يوم اجازة، عشان كان في التزام بالنزول ونروح المسرح، فناخد اجازة عشان ما فيش حد هيجي، كان بيبقى فنبقى عارفين ده، فنبقى شغالين في السنة 11 شهر اوكي او 10 اشهر مثلا، واخده بال حضرتك. وبعدين هنا في الصيف في اسكندريه، وفي الشتاء في القاهره، ومش عارف نطلع نعمل حفلات في مناطق الاقاليم او نطلع بره. يعني اخويا هيس ونالايز سافرنا بيها كتير جدا، سافرنا بيها، رحنا عرضناها في باريس، رحنا عرضناها في كذا حته، رحنا لبنان اول بعد ما عملوا بتاع ده، كان اتفاق الطايف اسمه،
لو وقفت الحرب الأهلية، كان الكلام ده سنة 92، وتوقفت الحرب الأهلية في لبنان، رحنا عشان نعمل 10 حفلات. قعدنا هناك حاجة و40 يوم، حاجة و50 يوم، كنا بنعرض يوميا سواري وماتينيه. نبتدي الساعة 6 نخلص الساعة 10، وده الماتينيه. وبعدين نبتدي الساعة 11 نخلص الساعة 3 الفجر السواري. ويوميا على الله كنا رايحين على 10 حفلات. ولفينا يعني، رحنا طرابلس، ورحنا، كانت لبنان ايامها متقسمه، هنا المنطقه الشرقيه بتاعه المسيحيين، وهنا المنطقه الغربيه بتاعه المسلمين. فنروح نعرض لدول وبعدين نروح نعرض لدول، ونقعد هنا فتره ونقعد هنا في طرابلس ومش عارف فين وفين، بنلف بالروايه. دلوقتي لا، ما فيش. هي البتاع هتلاقي شهر هو اللي اتعرضت فيه الروايه، يقول لك السيزون الاول والسيزون الثاني. احنا رحنا اياميها في اخويا ياس وانا لايس، وكان عادل امام معاه الواد سيد الشغال، كان معانا في نفس الفتره. احنا الاثنين كنا موجودين في لبنان في نفس الوقت. فكان في حركه مسرحيه. دلوقتي ما فيش لا حركه. في مهرجانات مسرح. والله في مهرجانات مسرح اكتر من اعمال المسرح اللي بتتقدم. طب انت كده حضرتك كلمتني عن الفنان محمد التاجي. الانسان بقى محمد التاجي مع عيلته ومع اهله فين من كل ده؟ ده تمن الشهرة، ده هنسميها تمن الشهرة. حضرتك ضحيت بأوقات كتيرة ضاعت منك، كنت تقعدها مع المدام والأولاد. ده ايه ده؟ كنت بتعمل ده ازاي؟ لا، هو حياتنا طبيعية. وبعدين أنا ما يعني موضوع محمد التاجي وبيته وعيلته وكده، ده كان بعيد حتى عن الناس. يعني أنا ما حبيتش حتى إن تبقى حياتي الشخصية. لا أنا مش بتكلم قصاد الشاشة وقصاد الصحافة وكده، لا أنا بتكلم حضرتك في بيتك كنت بتلاقي وقت ازاي؟ لا وانت بتتكلم اني انا 24 ساعة تقريبا بشتغل. لا معلش، بس في وقت لولادي ما قصرتش في حقهم. لا مش حاسس انك قصرت في حقهم؟ بصي، دول شقة عمري. العيال دي 3 دول شقة عمري، ده اللي طلعت بيه من الدنيا. انا لا عملت ثروة ولا عملت مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه. عملت اعمال كويسة الحمد لله مع الناس، وعملت 3 عيال انا بتشرف بيهم، وعملت وبعدين جابوا لي 3 احفاد هيجننوني ان شاء الله. واخده بال حضرتك؟ لكن انا بتشرف بولادي. انا مقدم للمجتمع 3 ولاد زي الفل، 2 وولد. انا راضي كامل الرضا عنهم، وربنا يعني انا قدمت للمجتمع منى الكبيره، مهندسه معماريه، هي اللي بتعمل التصميمات بتاعت مترو الأنفاق بتاع مصر الله. كله حاجة بعيدة عن الفن خالص. يوم مهندسة طيران، افييشن وباور، فبرضه بتقدم يعني حاجة تانية. اللافندي الأستاذ المصطفى بقى، او مجننك ده. انا حاسه ان هو مجننك، مش عارفه ليه. انا حاسه ده بنسمينه ألمو، عشان المصطفى هيبقى فدلعوا اختصاره ألمو. بس برضو نقعد نتناقش، بحس ان ليه في دماغ فنيه برضو. يعني انا بعد ساعات اقعد اشوفه كده، لان هو السوق دلوقتي ما بقاش يدي فرصه لانه تبقى متعمقه جوه الفن نفسه، او انك عايزه تقدمي شيء فني. كله بقى يعني حاجات سطحيه شويه، تيك اواي، حاجات سطحيه شويه. بس فلاقيه لا هو فاهم. يعني نقعد نتناقش نلاقي فاهمين في بتاع. لاقيني بتفرج على الفيلم يقول لي الفيلم ده كويس كمله. لا مش عارف ده ايه، حاجات كده يعني. إيجي بودكاست.